أهلا بيكم النهاردة مع بعض إن شاء الله هنعرف ونتعلم حل معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين بيانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم مستر ياسر، ودي قناتكم قناة فيجن، وفيجن يعني رؤية، وإحنا هنا عندنا رؤية مختلفة. إنكم لازم تفهموا اللي بتتعلموه، إن شاء الله معانا هتفهموا وتتعلموا، وإن شاء الله بإذن الله تكونوا من الأوائل بفضل الله تعالى. يلا بينا نبدأ مع بعض. نبدأ درسنا. بيقول لو أنا عندي معادلتين على الصورة اللي احنا شايفينهم قدامنا دولت، عندنا ألف واحد، سميته واحد ليه؟ عشان المعادلة رقم واحد، وهنا ألف اتنين عشان المعادلة رقم اتنين. يبقى أنا عندي معادلتين، معادلة واحد ومعادلة اتنين في الصورة اللي احنا شايفينها قدامنا دي. ألف واحد في س زائد ب واحد في ص تساوي ج واحد. ألف واحد أي عدد، ب واحد أي عدد، ج واحد برضك أي عدد. نفس الكلام على ألف اتنين في س زائد ب اتنين في ص تساوي ج اتنين. علشان أمثل المعادلتين دول بيانيا هيطلع عندي تلات حالات، عرفتهم وفهمتهم خلاص أنا فهمت الدرس. وهنتعلم مع بعض ازاي دلوقتي يجيلنا معادلتين ونمثلهم بيانيا. أول حالة عندي لما نيجي نمثل بيانيا إن المستقيمين بتاع المعادلتين يطلعوا ايه؟ متقاطعين، وفي الحالة دي يكون لهم ايه؟ حل وحيد. والحل ده مجموعة الحل يعني هتكون هي نقطة التقاطع، تكون ايه؟ نقطة التقاطع. طيب نقطة التقاطع دي طبعا بتمثل بزوج مرتب س وص زي ما احنا شايفين. ودايما لما بنيجي نكتب مجموعة الحل هنكتبها أدا قوس المجموعة، والزوج المرتب اهون أدا قوس الزوج المرتب، ونكتب قيمة س اللي هي تمثل النقطة دي س وص. طيب في شرط مهم جدا لازم نعرفه علشان بيجي عليه أسئلة مهمة جدا في الامتحان في صورة أكمل، هنفهمها بعد كده. طيب يبقى الشرط ده ايه؟ ان معامل س في المعادلة الأولى اللي هو ألف واحد على معامل س في المعادلة رقم اتنين اللي هو ألف اتنين، النسبة ما بينهم على بعض لا تساوي النسبة بتاعة معامل صاد واحد وصاد اتنين اللي هو ب واحد يعني وب اتنين. يبقى إذا ألف واحد على ألف اتنين لا يساوي ب واحد على ب اتنين. طيب ايه اللي ممكن تاني يحصل لو انا جيت مثلت المعادلتين دولت بيانيا؟ ممكن يطلع عندي ان المستقيمين متطابقين، المستقيمين متطابقين يعني واقعين على بعض زي ما احنا شايفين كده. طب في الحالة دي ايه اللي بيحصل؟ بيحصل عندي اللي بيكون لهم عدد لا نهائي من الحلول، عدد لا نهائي من الحلول. عشان كده بنعمل ايه؟ بنقول ان مجموعة الحل تساوي، نفتح قوس المجموعة، الزوج المرتب س وصاد، واكتب اي معادلة من المعادلتين الاتنين اذا كان المعادلة رقم واحد او المعادلة رقم اتنين، وهشوف الكلام ده في الامثلة. طيب في شرط مهم جدا برضك بيجي عليه اسئلة مهمة جدا، ايه هو؟ ان الف واحد على الف اتنين اللي هو معامل س في المعادلة رقم واحد ومعامل س في المعادلة رقم اتنين يساوي معامل صاد في المعادلة رقم واحد اللي هو ب واحد على ب اتنين اللي هو معامل صاد في المعادلة رقم اتنين، وكمان بيساوي النسبة بين الحد المطلق. تمام؟ يبقى إذا ألف واحد، النسبة بين ألف واحد على ألف اتنين تساوي النسبة ما بين ب واحد على ب اتنين تساوي النسبة ما بين ج واحد على ج اتنين، وأنا بقول لكم النسبة. تمام كده؟ طيب الحالة بقى التالتة إن ممكن يطلع عندي المستقيمين متوازيين، المستقيمين أجي أمثلهم متوازيين. طب في الحالة دي بقى ما بيكونش فيه اي نقطة تقاطع بين المستقيمين، واستحالة كمان يحصل نقطة تقاطع بين المستقيمين. انا عندي هنا في حالة تقاطع المستقيمين كان في عندي نقطة واحدة، عشان كده كان في حل وحيد. في حالة التطابق بقى عندي عدد لا نهائي من النقط متقاطعين فيها المستقيمين الاتنين، علشان كده قلت انا عندي عدد لا نهائي من الايه؟ الحل. طيب في حالة بقى المستقيمين المتوازيين المعادلة ما بيكونش، المعادلتين الاتنين ما بيكونش لهم أي حلول، عشان كده مجموعة الحل بتطلع ايه؟ فاي اللي هي المجموعة الخالية، المجموعة الخالية. معنى المجموعة الخالية يعني ما فيش أي تقاطع ما بين ايه؟ المستقيمين الاتنين. يبقى أنا عندي اتفقنا عندي ثلاث حالات، إذا كان عندي المستقيمين متقاطعين في نقطة إذا بيبقى عندي مجموعة حل وحيدة اللي هي نقطة تقاطع. إذا كان عندي المستقيمين متطابقين منطبقين على بعض بيكون عندي ان هم تقاطعوا في عدد لا نهائي من النقط، عشان كده بيكون عندي لها عدد لا نهائي من الحل. وبكتب المعادلة او مجموعة الحل بتاعتي بكتبها في صورة
المجموعة س وصاد، بكتب س وصاد زي ما اكتبها كده، س وصاد بكتبها كده، واكتب اي معادلة من المعادلتين الاتنين اللي هو مديها لي في المسألة. طيب لو طلعوا المستقيمين متوازيين جيت مثلتهم بيانيا، بيبقى عندي مجموعة الحل، معنى كده ان مفيش اي تقاطع يحصل بين المستقيمين الاتنين، اذا مجموعة الحل عندي بتكون فاي اللي هي المجموعة الخالية، وعدد الحلول بيساوي يساوي صفر. طب عندي شرط كمان، ايه الشرط ده؟ ان معامل س في المعادلة رقم واحد على معامل س في المعادلة رقم اتنين يساوي معامل ص في المعادلة رقم واحد على معامل ص في المعادلة رقم اتنين، اللي هو ب واحد على ب اتنين، بس لا يساوي لا يساوي الحد المطلق، النسبة بين الحد المطلق في المعادلة رقم واحد على الحد المطلق في المعادلة رقم اتنين. والكلام ده مهم جدا وهنفهمه، انا مش عايزك تحس انه صعب، بس انا حبيت اعمل ده في المقدمة، ما حبيتش اجيبها في النهاية علشان نبقى فاهمين ان انا هيطلع عندي 3 حلول. يلا بينا ناخد الامثلة ونطبق ونفهم. اول سؤال معانا بيقول لي اوجد مجموعة حل المعادلتين بيانيا. س زائد ص تساوي 5 وس ناقص ص تساوي 1. يبقى انا اصبح عندي ان انا موجودة عندي معادلتين عايز امثلهم بيانيا. اعمل ايه؟ اول معادلة اخدها، وتاني معادلة نفس الكلام اللي هعمله في اول معادلة هطبقه على تاني معادلة. يا اما اخلي الصاد في طرف لوحدها وبقيه المعادله في طرف لوحدها، يا اما اخلي السين في طرف لوحدها واخلي بقيه المعادله في طرف لوحدها. ازاي الكلام ده؟ زي كده بالظبط. الصاد هتساوي ايه لما اخليها في طرف لوحدها؟ يبقى صاد هتساوي 5 ناقص س. 5 ناقص س. كده انا حطيت الصاد في طرف وحطيت السين في طرف. طب ليه الكلام ده؟ هنفهم دلوقتي مع بعض. ماشي، نفس الكلام اللي عملته هنا اعمله في المعادلة التانية. انا عايز هنا جبت صاد، يبقى انا نفس الكلام اجيب صاد في المعادلة التانية هتساوي ايه. طب انا عندي هنا سالب عايز اتخلص منه عشان اطلع صاد بالموجب. ماشي، يبقى صاد في الحالة دي هتساوي ايه؟ هتساوي س ناقص واحد. س ناقص واحد، اكن اخدت السالب صاد ده وديتها الناحية التانية بقت موجب صاد، واحد زائد صاد، وبعد كده اخدت الواحد اللي معاها ده وديته الطرف التاني مع السين، اصبح هنا كان موجب يروح بالسالب. طيب كلام جميل. كده حطيت المعادلتين في الصورة اللي انا شايفهم قدامي دولت. بعد كده اعمل ايه؟ هفرض ازاي؟ اعمل جدول كده اهون، وافرض 3 قيم او قيمتين، اي حاجة. لو عايز تفرض قيمتين اتنين وترسم المستقيم بنقطتين اتنين ماشي، ترسمهم ب3 نقط يبقى ادق، خلاص اللي يريحكم. طيب انا عندي هنا هفرض اقل 3 قيم، 1 و2 و3، او 0 و1 و2. تمام كده، علشان اريح نفسي في الحل ويكون الحل معايا سهل. طيب انا لما افرض السين اعوض عن السين بواحد، اقوم جاي على طول في المعادلة اللي فوق معوض عن السين بواحد. يبقى في الحالة دي 5 ناقص واحد هتبقى بكام؟ يبقى الصاد تساوي كام في الحالة دي؟ تساوي 4. اقوم جاي كده وكاتب 4 اهو. طيب بعد كده لو عوضت بالسين باتنين، يبقى 5 ناقص 2، هقوم اعوض بالسين باتنين كده تبقى 5 ناقص 2 بكام؟ ب3. طيب هعوض عن السين ب3، يبقى 5 ناقص 3 بكام؟ ب2. كده انا خلصت المعادلة الاولى، واصبح موجود عندي 3 ازواج مرتبة يمثلوا 3 نقط. النقطة 1 و4، والنقطة 2 و3، والنقطة 3 و2. اعمل نفس الكلام في المعادلة التانية. افرض بردك س بواحد واتنين وتلاتة، اعوض بيهم واطلع قيمة صاد. اقوم جاي اعمل جدول كده نفس الجدول بالظبط. لو انا عوضت هنا بالسين بواحد، يبقى الصاد هتساوي كام؟ تساوي 0. معنى كده لو انا عوضت بالسين بواحد يبقى الصاد هتساوي 0. طب لو انا عوضت بالسين باتنين، يبقى اهو 2 ناقص 1 بكام؟ بواحد. طب لو عوضت عن السين بكام؟ ب3 اهو، يبقى السين ب3، يبقى 3 ناقص 1 بكام؟ ب2. أصبح عندي بردك 3 أزواج مرتبة يمثلوا 3 نقط، 1 و0 و2 و1 و3 و2. أقوم جاي كده عامل عندي على ورقة الرسم البياني، وأقوم جاي عامل محور السين ومحور الصاد ومرقمهم زي ما احنا شايفين، 1 2 3 4 5، وفي الاتجاه الآخر -1 -2 -3 -4، ونفس الكلام لمحور السين. ده محور السينات وده محور الصادات. اجي اول معادلة عندي واول مستقيم انا همثله.
اقدر امثل بالترتيب او عشوائي، بس اهم حاجة امثل 3 نقط او امثل نقطتين وارسم مستقيم بمعلومية 3 نقط او بنقطتين. يعني معنى الكلام ده اختار اي نقطتين من الازواج المرتبة وهرسمهم عادي، بس اهم حاجة احط 3 نقط. يبقى اول نقطة معانا هتبقى 2 و3 اهو، خدنا النقطة اللي في النص 2 و3 اهو. بعد كده عايز امثل 1 و4. ادي السين عندي بكام؟ بواحد. اجي عند السين بواحد، والصاد بكام؟ ب4، يبقى الصاد هي ب4 اهو. يبقى انا كده مثلت ادي النقطة بتاعتي اللي تمثل 1 و4. طيب النقطة اللي بعد كده النقطة التالتة 3 و2. السين بكام؟ ب3 اهو. لا احنا مثلناها دي خلاص. 2 و3 انا كده انا معلش اتلخبطت. يبقى النقطة اللي في النص 2 و3. يبقى السين بكام؟ ب2. ادي السين ب2 والصاد بكام؟ ب3. يبقى الصاد ب3 اهو. يبقى النقطة بتاعتي هنا اهي، اقوم جاي امثلها. وبعد كده اشد خط مستقيم يمر ب3 نقط. لو عايز امثله بنقطتين زي ما انا قلت لكم مثلوه بنقطتين. تمام. اقوم جاي شادد خط مستقيم يمر ب3 نقط زي ما احنا شايفين كده. طيب بعد كده اروح للمعادلة رقم 2. طلعت 3 ازواج مرتبة، 1 و0. السين بكام؟ بواحد اهو، والصاد ب0. يبقى مش هطلع في حتة، هدناها نفس النقطة اللي قدامنا دي. تمام كده اهو. نروح بعد كده للزوج المرتب التاني 2 و1. السين بكام؟ ب2 والصاد بكام؟ بواحد. يبقى دي النقطة التانية بتاعتي. بس انا هنا كنت انا محضر ورسمت النقطة الأخيرة اللي هي 3 و2. السين ب3 والصاد ب2. ادي النقطة دي تطابقت مع نفس النقطة اللي موجودة على الخط المستقيم اللي هي 3 و2. طيب النقطة اللي في النص اللي هي 2 و1 نمثلها ازاي؟ ادي عندي السين ب2 تمام، وادي السين الصاد بواحد. تطلع النقطة دي مكانها بالظبط. اقوم جاي مثلا كده واقوم راسم الخط المستقيم التاني يمر ب3 نقط. تمام. عايزين ترسموا 3 نقط بالترتيب ارسموهم بالترتيب، اي حاجة براحتكم، بس اهم حاجة نرسم ال3 نقط ونشد الخط المستقيم. طيب لما انا شديت الخط المستقيمين الاتنين، الخطين المستقيمين اللي رسمتهم طلعوا تقاطع في نقطة، يبقى اذا اصبح عندي المستقيمين دول ايه؟ متقاطعين. يبقى لهم ايه؟ حل واحد بس. والحل مجموعة الحل تبقى ايه؟ نقطة التقاطع اللي هي عبارة عن ايه؟ 3 و2. السين ب3 والصاد ب2. يبقى اذا مجموعة الحل تساوي 3 و2. ادي السين ب3 والصاد ب2. تمام. دي نقطة التقاطع. وما ننساش نرسم قوس المجموعة، وبعد كده نكتب الزوج المرتب 3 و2. وما ننساش برضك ان المستقيمين متقاطعين وعدد الحلول حل وحيد. متفقين؟ متفقين. يلا بينا ناخد مثال كمان وسؤال تاني. أتمنى ليكم يا رب دايما كل التوفيق والنجاح، وإنكم تبقوا متفوقين ومن الأوائل. ومتنسوش دلوقتي إنكم تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نكمل درسنا. السؤال التاني بيقول لي عندي المعادلة الأولى برضك أمثلهم بيانيا. عايز أوجد مجموعة حل المعادلتين بيانيا. طيب صاد ناقص 2 س تساوي -3، وصاد تساوي س ناقص 1. زي ما اتعلمنا ناخد أول معادلة ونخلي الصاد في طرف وبقية المعادلة في طرف. -2 س تروح الناحية التانية بموجب 2 س زي ما احنا شايفين، والسالب 3 دناها -3 زي ما هي. يبقى صاد هتساوي 2 س ناقص 3. والمعادلة التانية هو مديهالي في صورة صاد على طول بتساوي س ناقص 1، يبقى احطها صاد تساوي س ناقص 1. واعمل نفس الكلام، اعمل الجدول الاولاني للمعادلة الاولى وافرض س ب3 قيم او بقيمتين 0 و1 و2. كلام جميل. وبعد كده اطلع قيمة صاد من المعادلة الاولى بعد ما افرض قيمة س. طب لما الس تساوي 0 في الحالة دي 2 في 0 بكام؟ ب0. يبقى صاد هتساوي كام؟ -3. يبقى اذا في الحالة دي صاد هتساوي كام؟ -3. طيب لو عوضت عن السين بواحد
يبقى 1 في 2 ب2، 2 - 3 ب-1. 2 - 3 ب-1. طب لو عوضت عن السين ب2، 2 في 2 ب4، 4 - 3 تطلع بتساوي كام؟ تطلع بتساوي 1. يبقى أصبح عندي 3 نقط أو 3 أزواج مرتبة. النقطة الأولى عبارة عن الزوج المرتب 0 و-3، والنقطة التانية عبارة عن 1 و-1، والنقطة التالتة عبارة عن 2 و1. نروح نعمل نفس الكلام للمعادلة التانية. أدا الجدول بتاعي أهو. حطيت السين مرة ب0 وأعوض عنه هنا. لما أحط السين ب0 تبقى صاد هتساوي كام؟ تساوي -1 أهو. طيب لما أحط السين ب1 يبقى 1 - 1 تساوي كام؟ تساوي 0. طب لما أحط السين ب2 يبقى في الحالة دي 2 أهي، 2 - 1 بكام؟ ب1. يطلع عندي بردك 3 نقط زي ما احنا شايفين، أو 3 أزواج مرتبة يمثلوا 3 نقط. النقطة الأولى عبارة عن 0 و-1، والنقطة التانية عبارة عن 1 و0، والنقطة التالتة عبارة عن 2 و1. على طول أروح أمثلهم على الرسم البياني، وارسم س وارسم الصاد بتاع محور السينات ومحور الصادات، واحط عليه الارقام بتاعتي زي ما احنا شايفين، وامثل اول نقطة اللي هي 0 و-3. ادا 0 اللي هي بكام؟ السين ب0 اهون، و-3 يبقى انزل تحت. ادا النقطة الاولى. تمام كده. يبقى ده اول نقطة زي ما احنا شايفين اهو. ماشي، او نخليها باللون الاصفر. ادا اول نقطة. وتاني نقطة عبارة عن 1 و-1. فين أدا 1 السين ب1 أهيا، -1 أدا النقطة التانية. ماشي. وعندنا النقطة التالتة عبارة عن 2 و1. السين ب2 أدا السين أهيا ب2، والصاد ب1، يبقى أدا النقطة التالتة. خلاص. يبقى أنا كده أشد خط مستقيم أهو. الخط المستقيم اللي قدامنا ده يمر بال3 نقط زي ما احنا شايفين. طيب بعد كده نختار لون تاني. أمثل النقطة كام؟ 0 و-1 للمستقيم التاني. السين ب0 يبقى ده السين اهي ب0 اهي، وكام؟ و-1 يبقى ده -1. يبقى ده النقطة بتاعتي 0، والصاد هتطلع بكام؟ ب-1، يبقى ده النقطة بتاعتي. شايفين اللون الأحمر ده؟ أيوه. طيب بعد كده النقطة التانية عبارة عن 1 و0. السين ب1 يبقى ده ال1، و0 يبقى في نفس النقطة دي اهي. تمام. بعد كده النقطة 2 و1. السين بكام؟ ب2، يبقى ده النقطة دي، والصاد بكام؟ ب1 اهيا، يتطابقوا مع النقطة دي. يبقى اذا اهو على النقطة هنرسمها بلون بقى مختلف للنقطتين الاتنين اللي تقاطعوا فيها النقطة الزرقاء دي. تمام كده. طيب بلاش اللون ده اهو، نخليها اللون ده اهو. يبقى دي نقطة مجموعة الحل بتاعتي اللي هي السين ب2 والصاد ب1. يبقى اذا اقول على طول مجموعة الحل هتساوي الزوج المرتب 2 و1 اللي هي نقطة التقاطع. يبقى إذا الحل حل وحيد. ليه؟ علشان المستقيمين متقاطعين. المعادلتين اللي معانا بعد كده 3 س زائد ص تساوي 3، و2 ص زائد 6 س تساوي 6. طيب احنا اتعلمنا نعمل ايه؟ نخلص صاد في طرف وبقية المعادلة في طرف، ونفس الكلام في المعادلة التانية. يبقى اول معادلة عندنا صاد هتساوي، هنودي 3 س الناحية التانية، يبقى 3 - 3 س. طيب هنا نفس الكلام، انا عايز افضي الصاد من كل حاجة موجودة معاها. يبقى الصاد هتساوي 6 - 6 س، وبعد كده اقسم على الاتنين اللي مع الصاد. يبقى 2 ص هتساوي
6 ناقص 6 س أقسم على الاتنين يطلع عندي الناتج عبارة عن ص تساوي 3 ناقص 3 س. الستة على الاتنين فالتلاتة والسالب تنزل زي ما هي، 6 على الاتنين بردك فالتلاتة يبقى 3 س. لو بصيت هنا المعادلة دي ص هتساوي 3 ناقص 3 س، وهنا ص هتساوي 3 ناقص 3 س. المعادلتين شبه بعض بالظبط. من قبل ما احل اعرف على طول ان ايه؟ ان المستقيمين متطابقين. ليه؟ معامل الصاد على معامل الصاد في المعادلة التانية هيساوي معامل السين على معامل السين. هنا صاد بواحد على واحد يساوي واحد، صح؟ وهنا 3 على 3 يساوي واحد، نفس النسبة. وهنا سالب 3 على سالب 3 يساوي بردك ايه؟ السالب تروح مع السالب يساوي واحد. يبقى التلات حدود متساوية، النسبة ما بينهم متساوية. الشرط اللي احنا كنا لسه قايلينه في حالة التطابق. طيب اعمل ايه؟ بنفس طريقة الحل. اخد المعادلة الاولى اعمل لها الجدول بتاعها وافرض السين بثلاث قيم صفر وواحد واتنين، واعوض في المعادلة بقيمة السين اللي انا فرضتها، مرة بالصفر ومرة بالواحد ومرة بالاتنين. اعوض عن السين بصفر، التلاتة بصفر بصفر، يبقى الصاد هتساوي في الحالة دي كام؟ 3. يبقى اذا في حالة السين بتساوي صفر يبقى الصاد هتساوي 3. طب لو عوضت عن السين بواحد، واحد في 3 ب3، 3 ناقص 3 بصفر. طب لو عوضت عن السين باتنين، 2 في 3 ب6، 6 بالسالب، يبقى 3 ناقص 6 بسالب 3. تمام، كلام جميل. طيب نعمل نفس الكلام في المعادلة رقم 2. ادي الجدول بتاعي. اعوض عن السين بصفر يطلع هتساوي كام؟ الصاد هتساوي 3. اكيد هتلاقي نفس القيم طالعة، يبقى الصاد هتساوي 3. لو عوضت عن السين بواحد، الواحد في 3 ب3، 3 ناقص 3 بصفر. لو عوضت عن السين باتنين، الاتنين في 3 ب6، سالب 6 و3 يبقى سالب 3. اروح على طول امثل الكلام ده، اكيد هيطلعوا نفس النقط بالظبط زي ما احنا شايفين. صفر وتلاتة، هنا صفر وتلاتة، واحد وصفر، هنا واحد وصفر، اتنين وسالب 3، اتنين وسالب 3. همثلهم بيانيا هيطلعوا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، المستقيمين متطابقين مع بعض. لو احنا حابين اهو، ادي النقطة الاولى صفر وتلاتة، فين الصفر؟ اهو السين بصفر وتلاتة، يبقى ده اول نقطة اهو. ماشي، يبقى ده اول نقطة مثلناها. وبرضك نفس النقطة بالنسبة للمستقيم المستقيم التاني او المعادلة التانية صفر وتلاتة. طيب واحد وصفر يبقى السين بواحد، ادي السين بواحد، وصفر يبقى هي دي النقطة التانية. السين بواحد والصاد بصفر يبقى هي دي النقطة التانية اهو. النقطة التالتة عبارة عن اتنين وسالب 3، يبقى السين باتنين، ادي السين اهي باتنين اهي، وسالب 3، يبقى ده النقطة التالتة للمستقيمين الاتنين. وصلت التلات نقط الاقي المستقيمين متطابقين على بعض زي ما احنا شايفين. ادي السهم بتاع المستقيم الاول وادي السهم بتاع المستقيم التاني. يبقى اذا مجموعة الحل عندي هتكون ايه؟ س، اعمل قوس المجموعة س واعمل الزوج المرتب س وصاد، واختار اي معادلة من الاتنين اكتبها. وفي الحالة دي بيكون عندي ايه؟ عدد لا نهائي من الحلول زي ما احنا شايفين اهو. مجموعة الحل اكتب ادي قوس المجموعة، وبعد كده س وصاد، الزوج المرتب س وصاد زي ما مكتوب كده. ماشي، النقطتين الى، وبعد كده اختار اي معادلة من اتنين. 3 س زائد صاد تساوي 3، او 2 صاد زائد 6 س تساوي ايه؟ تساوي 6. خلاص. وبعد كده برضك اكتب كده اقول المستقيمين متطابقين، يبقى عدد الحلول يساوي عدد لا نهائي. طيب الحالة التالتة معانا في حالة توازي المستقيمين، هناخد عليها المثال اللي احنا شايفينه قدامنا ده. المعادلة الأولى بيقول لي 3 س زائد ص تساوي 3، والمعادلة التانية عبارة عن 6 س زائد 2 ص تساوي 12. طيب زي ما احنا اتعلمنا وطريقة الحل واحدة مفيش فيها اختلاف، بس الاختلاف بيطلع في الحالة اللي بتطلع عندي بعد ما احل.
واشوفها اذا كانوا متقاطعين، اذا كانوا متطابقين، اذا كانوا متوازيين. طيب انا دلوقتي عندي احط الصاد في طرف واحط بقية المعادلة في طرف، يبقى صاد هتساوي 3 ناقص 3 س. نفس الكلام اعمله مع المعادلة التانية. انا عندي هنا 2 صاد، يبقى لازم اتخلص من كل الحاجة اللي موجودة مع الصاد، اودي الستة س الناحية التانية، يبقى 12 ناقص 6 س، والاتنين دي اقسم المعادلة عليها. تمام، يبقى عندي الصاد هتساوي 12 ناقص 6 س على 2. طيب بعد كده اعمل ايه؟ اعمل الجدول بتاعي وافرض 3 قيم للسين اعوض بيهم. هعوض عن السين مرة بصفر، وأعوض عن السين مرة بواحد، وأعوض عن السين مرة باتنين. طب لو عوضت عن السين بصفر، الصاد تطلع بكام؟ تساوي كام؟ 3 في صفر بصفر، يبقى الصاد هتساوي 3 ناقص صفر، يبقى الصاد هتساوي 3. يبقى إذا الصاد هتساوي 3. نكتب كده. طب لو عوضت عن السين بواحد، 1 في 3 ب3، 3 ناقص 3 بصفر. طب لو عوضت عن السين باتنين، 2 في 3 ب6 ناقص 3 يطلع -3. نفس الكلام اعمله مع المعادلة التانية. اعمل الجدول بتاعي وافرض 3 قيم لس، وهم اسهل 3 قيم عندي 0 و1 و2. طب لو عوضت عن السين بصفر، يبقى 6 في صفر بصفر، يبقى 12 على 2 هتساوي كام؟ تساوي 6. يبقى الصاد هتساوي كام؟ تساوي 6. طب لو عوضت عن السين بواحد، الواحد في 6 ب6، 12 ناقص 6 بكام؟ ب6. 6 على 2 فالكام؟ فالتلاتة. طب لو عوضت عن السين ب2، الاتنين في 6 ب12، 12 ناقص 12 بصفر، صفر على 2 بصفر. كلام جميل. اخد الكلام ده وامثله بيانيا زي ما احنا اتعلمنا. هيطلع بالشكل اللي انا شايفه قدامي ده. ادي المستقيم الاول عبارة عن صفر س بصفر و3 والصاد ب3، يبقى ده صفر و3. ادي المستقيم الاول، ادي اول نقطة. بعد كده تاني نقطة عبارة عن س بواحد وصاد بصفر. فين السين بواحد؟ ادي السين بواحد، والصاد بصفر، يبقى اداني زي ما انا. ادي اول نقطة وادي تاني نقطة. تالت نقطة عبارة عن السين باتنين والصاد بسالب 3. نيجي هنا، فين السين باتنين؟ ادي السين باتنين والصاد بكام؟ بسالب 3، يبقى ادي النقطة التالتة. اوصلهم ببعض، يبقى ده كده المستقيم الاول زي ما احنا شايفينه قدامنا. طيب نروح بعد كده نمثل المستقيم التاني، عبارة عن س بصفر، الصاد تطلع ب6. يبقى انا اجي هنا عند السين اهي بصفر، الصاد تطلع ب6، يبقى ده النقطة الاولى. شايفينها اهو. بعد كده السين عندي بواحد، الصاد ب3، يبقى انا عندي السين، ادي السين بواحد، اطلع فوق كده الصاد ب3، يبقى ده النقطة التانية. ادي الاولى ولا التانية بتاع المستقيم او المعادلة رقم 2. بعد كده السين باتنين، الصاد بصفر، ادي السين باتنين، الصاد بصفر، ادي النقطة التالتة. اوصلهم كده 3 ببعض، يطلع عندي ادي المستقيم التاني. لو بصينا لهم هنلاقيهم متوازيين. يبقى اذا مجموعة الحل عندي صفر. مجموعة الحل عندي، لا انا بتكلم عدد الحلول صفر، لكن مجموعة الحل هتبقى فاي اللي هي المجموعة الخالية. يبقى مجموعة الحل هتساوي فاي اللي هي المجموعة الخالية، وعدد الحلول يساوي المستقيمين متوازيين، يبقى عدد الحلول يساوي صفر. ودي الحالة التالتة بتاعتنا. لو احنا فهمنا التلات حالات فهمنا الدرس كويس. وكده يبقى احنا وصلنا لنهاية درسنا، واشوفكم على خير في درس جديد. انا كنت معاكم مستر ياسر. انا بشكر كل واحد دعمنا بانه ان كان عمل لايك للفيديو او اشترك بالقناة، وده شيء متوقع منكم وده شيء ايجابي، واتمنى يا رب ان احنا نكون عند حسن ظنكم.